السلام عليكم، أنا حسن. عنوان الفيديو دوخ مو الأرقام العربية ليست عربية. اليوم راح نسولف لكم عن تاريخ هذه الأرقام وشنو الأرقام الأصلية اللي وهاي الأرقام اللي احنا قاعد نستخدمها حاليا اللي نعتبرها عربية. هاي أرقام أي دولة وأي حضارة تعود وشنو تاريخها. بس قبل ما نبدي حط لايك واشتراك ونبلش. طبعا فد يوم الساعة 5 الصبح اكو واحد قاعد يمشي كان يلطم راسه بالحائط وراسه عنجر، ولد 9 الصبح يلا نام من برا العنجورة براسه. بالتاريخ او اللي خلينا نحدد مدة زمنية بالقرن الخامس للقرن الثامن بدأت السالفة مع الأرقام. قبل كانوا يستعملون الكلمات أو قبل هاي المدة هم كانوا يدونون التاريخ بكلمات، يعني الزمن بكلمات حتى يوصفوا لك هذا الزمن. بس بعد هاي المدة قالوا ليش هاي السالفة تعبانة، هو نستعمل أرقام أو أعداد. شنو الفرق بين أرقام وأعداد؟ الرقم هو من 1 إلى 9 فقط، هذا الرقم. أما اللي 10 فما فوق يسمى عدد. anyway خلينا نبلش. طبعا الأرقام العربية عرفت على نوعين: أرقام عربية مشرقية، أرقام عربية مغربية. شنو الفرق بين الأرقام العربية المشرقية والأرقام العربية المغربية؟ الأرقام العربية المشرقية هي الأرقام اللي حاليا احنا قاعد نستعملهن، اللي هو 1 2، هذه يبدي من اليمنى لليسرى، هذا الثلاثة ما أعرفها كتبة والأربعة همين ما أعرفها كتبة. هذا الأرقام العربية المشرقية. طبعا هاي مو من عندنا، فنكمل نمشي بالفيديو وأسولف لكم منين جبنا هذا الفيديو هذه الأرقام. خلينا نجي للموضوع الأساسي، الأرقام الصدق مالتنا الأرقام العربية المغربية. طبعا في زمن أبو جعفر المنصور إجا واحد هندي بيده كتاب مكتوبة الأرقام من 1 ل9، وقال هاي لعبتي، هاي أرقامنا انتهت من اليمنى لليسرى. العربية من اليمنى لليسرى. بس ما كان موجود الصفر. منو كان العالم الموجود بذاك الزمان؟ اللي هو الخوارزمي. خوارزمي كلها تعرفه. خوارزمي اوكي هو ضاف الصفر لهاي الارقام، بس هو سوى شغله كلش كبيره بعد. هو اللي اخترع الارقام العربيه المغربيه. شنو الارقام العربيه المغربيه؟ اللي هي الارقام اللي حاليا احنا نسميها الارقام الانجليزيه، اللي اخترعها الخوارزمي. احنا المنطقة الشرقية هاي الارقام ما عجبتهم، قال لك شنو من اليسرى يمنى، شنو انت مسوي لي؟ وعلى العلم هو اعتمد تصميم هاي الارقام على الزوايا. مثلا تشوف الارقام 4 الارقام بيها 4 زوايا. هو هيك معتمد على الهندسة لان هو عالم رياضيات، يعني طبعا الهندسة هي شغل كذلك. اوكي نكمل. فبالشرق ما عجبتهم هاي الارقام، قال لك احنا نريد الارقام الهندية، احنا نريد صديق. اوكي احنا نريد هاي الارقام الفول. شو نسوي بدنا الارقام التعبانه والمكتشف مالتها عربي؟ كانت عندهم شعوبيه حتى بسنه 700 قبل ما تنخلق، كانت موجوده باجسادهم. شلون انتشرت هاي الارقام؟ هذا العرب هو عالم عربي احنا اللي يعتبر الارقام المشرقيه قال لك احنا ما نريد ذن الارقام التعبانه، روح خذين وبيحنا على غير واحد. منو اللي عجبهم هاي الارقام؟ الدول العربيه المغربيه او بالاخص المغرب. المغرب قالت لك ارقام فانتاستيك، شنو هذه الارقام العظيمه؟ والارقام قامت تستعمل بالمغرب شويه شويه الارقام وتمشي بالعالم لحد ما وصلت لافريقيا ووصلت لاوروبا، واوروبا قالت لعبتنا هذه الارقام مالتنا انتهت من اليسرى اليمنى. وهندسه وذكاء بيها حتى نبين احنا بالتاريخ اذكياء. كانت شنو؟ العرب يخترعون، احنا نقول اوكي هاي ارقامنا، انتوا هاي ارقامكم من لذلك. العرب قبلوا هاي الارقام اللي هو الارقام المشرقيه بسبب انها تبدي من اليمنى واليسرى، وانها مالتها الرسم يشابه مالتنا الرسم. اوكي اذا احنا عرفنا العرب كانوا يستخدمون قبل هاي الارقام المشرقيه. اوروبا قبل ما تجيهم هاي الارقام المغربيه اللي اخترعها الخوارزمي، قبل ما تجيهم اجتهم كانت عندهم ارقام اسمها الارقام اللاتينيه، كانوا يستعملوها بس مو مشابهه لغتهم كثر الارقام اللي سواها الخوارزمي. انت اذا تبحث بالتاريخ وتدور وتشوف راح تلقى ان العرب عندهم فضل كلش كبير. انا ليش قاعد اسوي هندي؟ احنا قاعد نستعمل ارقام. فانت تدور بالتاريخ وتبحث راح تشوف ان العرب عندهم فضل كلش كبير بالرياضيات وبالفيزياء وكل شيء. لذلك رجاء لا تصير اوكي بالعكس الكتاب
لا تصير شعوبي وقول ان العرب ناس صدق يفتهمون وهم صدق يفتهمون. للألمانية الصغيرة تقول بشمس العرب، او العنوان مالته انه شمس العرب تسطع على الغرب. ألمانية تقول ان العرب عندهم فضل للغرب. احنا ارقامهم احنا مخترعين يا اخي. انت جاي تسولف جاي تمثلي فرجان يعني احترم تاريخ العرب. اكو ناس يقول لك والله احنا العرب شو مقدمين للعالم. العرب كلش مقدمين للعالم، بس انت ما جاي تبحث. لو احنا سالفتنا شلون سالفة تسلا واديسون. احنا تسلا وهم اديسون. اوكي تسلا هذه من سيارة تسلا ايلون ماسك. اوكي لذلك رجاء احترم تاريخ بلدك واحترم تاريخ الحضارة اللي انت عايش بيها واللغة اللي انت قاعد تحكي بيها. هاي الفتن اللي قاعد تصير كلها اللي تسمى الشعوبية. الشعوبية قاعد تحاولكم انتو تخلي حرب اهلية داخلكم انتو العرب، تخلي العرب ينقلبون على نفسهم. لا تستمع لذن المواضيع وحاول تكون عربي اصيل، وحاول تمجد بالحضارة العربية وتاريخ الدولة مالتك. وشكرا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا هذا النوع من الفيديوهات حط لايك واشتراك ويلا في امان الله.